كيفكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. مثل ما شايفين اليوم طبقنا عبارة عن الملفوف المحشي، نوع من المحاشي اللي ما بياخد كتير وقت مثل غيره، سهل وكتير طيب. قبل ما نبلش وصفتنا سوا خلونا نعمل لايك للفيديو، نعمل كومنت، اعطوني رأيكم بالكومنتات، وما تنسوا أهم شي تعملوا سبسكرايب للقناة. أول شي الملفوفة عنا بدنا نقطعها على راسها من فوق بشكل مكعب بالسكينة لنقدر نسحب اللب تاع الملفوفة بطريقة سهلة وهينة. بهيدا الشكل منقطعها، منصير نفوت السكينة، منغمق السكينة لنقدر نسحب اللب. نعمل للسكينة بهيدا الطريقة. وهيك بينسحب معنا اللب بطريقة كتير هينة ما بتاخد وقت. ومنشيل أول ورقتين موجودين عن الملفوفة لنسلقها. بنكون معلين على النار مي، ما بحط بقلبها شي، أنا بحط الملفوفة بقلبها وبصير بالمعلقة بنزل الملفوفة ليفوت المي على النص بقلب اللب بهيدا الشكل. مثل ما بتلاحظوا هلأ لحالها بتصير الملفوفة تفك، ماني بحاجة لأني أنا بفكها عن بعضها وأسلقها. بهيدا الطريقة لحالها بتصير تفك وبصير شيله من الملفوف، ما بياخد كتير وقت بالسلق. بصير شيل الوراق على جنب. بس خلصن بغسلن شوي صغيرة، بتركن ليتصفوا. هلأ ببلش قطعن. بالتقطيع بدي شيل كمان اللب اللي موجود بقلب الملفوفة وبقطعها بهيدا الشكل، وفيكن تقطعوا بالقياس اللي انتو بتحبوا تلفوا فيه. بهيدا الشكل منقطعن ونجهزن على جنب لنحشيهن باللحمة والرز. حابين تخلوها كبيرة بتخلوها، حابين الكبيرة انتم تقطعوها كذا وحدة وتخلون صغار كمان فيكن تعملوا هيك. هلأ بطنجرة على جنب بدي احط فيها شقف ليا وقليهم سوا. هولي بدي خليهم يكونوا من أرض الملفوف، بيعطوا نكهة كتير طيبة ودسمة وكتير كتير لذيذة. إذا أنتم ما بتحبوا تعملوا هيدا الشي فيكن تستبدلوها بالخضار، فيكن تقطعوا جزر وبطاطا وتحطوهم بأرضها وتسلقوا فوقها الملفوف. هلأ حاليا زدت فوقهم العظام، حقلل اللي مع العظام أنا لأنه بحبها هيدي الأكلة تكون دسمة ونكهتها بتكون أطيب. منقليهم سوا ومنتركن على جنب كرمال بلش ستف فوقهم الملفوف بسلف. قبل بدي حط فوقهم الأطراف اللي أنا شلتون من اللب من الملفوف، هحطهم بأرضها وححط فوقهم 4 حصوص من الثوم. خمس حصوص. هلا بدنا نبلش الخلطة كرمال اللحمة. عندي هون بصلة صغيرة مفرومة ناعمة، ملعقة وسط من البابريكا، ملعقة وسط من بهار الحلو، ملعقة وسط من بهار الأسود، ملعقة ونص وسط من الملح، وعندي ملعقة كبيرة من الفليفل المطبوخة، واللحمة المفرومة عندي هون وقيتين. هحط بقلب الجاط عندي 4 كبايات من الرز المصري اللي كنت نقعيته قبل بنص ساعة، صفيتهم وححطه عندي. حزيد فوق اللحمة والبصل وبلش زيد البهارات فوقهم. هحط فوقهم ملعقة كبيرة من السمنة، فيكن تستبدلوها بالزيت. أنا بحط ملعقة من السمنة وبرجع بزيد شوي صغيرة من الزيت وبقلبهم سوا مع بعضهم. فيكن إذا أنتم ما بدكم تحطوا سمنة بتحطوا كلياته زيت. بخلطهم بهيدي الطريقة.
هلأ بدي بلش احشيهم. حط الورقة عندي بهيدي الطريقة وبكبس اللحمة والرز مثل ما انتو شايفين، وبلف الورقة وما بدي شد عليها، بدي اتعامل معها بنعومية للملفوف. برجع بعيد الكرة مع كل ورقة عم بعملها. ما بدنا نحشي كتير كرمال ما تفرط، لأنه بنعرف نحن الرز بده ينفش يرجع وقت الطبخ. هون ما عدتش استحكمت اشتغل بالكفوف، شلحت الكفوف، غسلت ايدي وبلشت لفهم بهيدي الطريقة. في ناس ممكن تحط بقلب الحشوة نعناع يابس، بس أنا ما بحبه. عندي هون مي سخنة، حطيت فوقها ملعقة أو نص من الصلصة الحمراء، صلصة الطماطم، وفوقها ملعقة ونص من الملح، ملعقة ونص وسط من الملح. بخلطهم كتير منيح. برجع بزيد فوقهم ملعقة صغيرة من البهار الأسود وبخلطهم سوا. بحط صحنين تقال من الإزاز، أو إذا عنا تقالة بدون ما نستعمل الصحون لأكبس عليهم الملفوف، وبرجع بزيد فوقهم الصلصة. أنا رجعت ضفت للمي والصلصة ملعقة من السمنة، ملعقة وسط من السمنة، طبعا فيكن تستبدلوها بزيت مش مشكلة، وبضيفهم فوق الملفوف. بتركن على النار، ما بياخدوا كتير وقت، تقريبا 45 دقيقة، يعني من 40 دقيقة ل 45 دقيقة حسب الغاز عندكم وحسب قديش معانينه. أول شي بنحطه على نار قوية، بنرجع بنحطه على نار خفيفة، بس يغلي بنرجع بنوطي تحته. بهذا الشكل أنا هون انتهى عندي الملفوف وصار جاهز. قلبته عندي على الصدر وبرجع برتبه بطريقتي على صحن مرتب على جنب مثل ما شايفين. بهيدا الشكل بيكون انتهى طبقنا لليوم. حبيت اعطيكم بس ملاحظة انه في ناس كتير بيحطوا نعناع يابس بقلب الملفوف المحشي، وبيحطوا توم كمان بالحشوة. انا عندي هون بالبيت ما حدا بيحب لا التوم بقلب الحشوة ولا النعناع اليابس. هيدي طبختنا لليوم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة وتعملوا لايك للفيديو، شير قد ما فيكن، وعطوني اهم شي رأيكم بالكومنتات. اي تعليق عندكم اكتبوا لي اياه بالكومنتات. صحة وهنا.